حصل قبل كده وصحيت من النوم حسيت انك مش قادر تتحرك كأن جسمك متكتف ولا حتى قادر تنطق، لكن سامع كل حاجة حواليك كويس، ده غير انك بتشوف هلاوس؟ قلت بس هو ده الجاسوم. استنى بس، اللي حصل لك ده اسمه شلل النوم، يعني لا جن ولا عفاريت ولا اي حاجة مخيفة، ده علم. وشلل النوم او sleep paralysis بيحصل لما عقلك بيصحى قبل جسمك، ده لأن واحنا نايمين بنمر بمراحل مختلفة. مرحلة منهم اسمها rapid eye movement، ودي المرحلة اللي بنحلم فيها والمخ فيها بيكون نشيط جدا، لكن الجسم بيكون مقفول عليه عشان ما نقومش نتحرك واحنا بنحلم. لكن لو حصل وصحيت في نص مرحلة الرابid اي موفمنت دي، المخ هو اللي بيصحى لكن الجسم بيفضل نايم زي ما هو، علشان كده بتحس انك لا قادر تتحرك ولا تتكلم. وده اللي بيخلي ناس كتير تشوف خيالات أو كائنات غريبة في قلب الأوضة، غير إن في ناس كمان بتحس إن في كائن قاعد فوقهم. بس الحقيقة كل ده وهم. بس الحقيقة كل ده وهم، ده لأن العين شغالة والمخ بيهلوس لأنك لسه في نص الحلم وما فوقتش بنسبة 100%. لكن الأخبار الحلوة إن شلل النوم مش خطر وبيحصل لكل بني آدم مرة أو مرتين في العمر، لكن لو بيتكرر معاك كتير حاول تنظم وقتك وتقلل من السهر، وكمان نحاول نقلل الأكل الدسم قبل النوم، ونحاول نهدى قبل النوم، يعني لا أفلام رعب ولا أوفر سينكينج. تحاول تطمن وتطمن كل اللي حواليك إن اللي بيحصل لك مش جاسوم ولا جن ولا عفاريت، ده جسمك بيحاول يحميك وانت نايم. وما تنسوش تقرأوا الأذكار قبل النوم علشان ربنا يحميكم من العفاريت اللي بجد. السلام عليكم ورحمة الله.